لو كان فيه أي احتمال لموسم تاني من السيرك الرقمي، الفاندوم قضى عليه تماما. وأيوة أنا عارف، رسميا محدش قال إن الموسم التاني هيتعلن في تاريخ معين، بس صدقوني الموسم التاني ده كان باين عليه إنه حقيقي جدا، وفي كذا دليل بيأكد كده. بس النهاردة هنتكلم عن إزاي الفاندوم بوظ الموسم التاني المحتمل ده وتكملات السيرك الرقمي. لما اتعرض الكل شاف العرض كأنه أنيميشن للعيلة كلها، بشخصيات مبالغ فيها وملونة، وعالم شكله قريب جدا من اللي هتلاقيه في أي عرض 3D على ديزني جونيور. بس كل ما الحلقات بتتقدم في السيرك الرقمي، كل ما بتلاحظ أكتر إنه مش معمول لأي حد. كل مرة بيبقى أظلم أكتر وأنضج أكتر، وفي رسايل مش أي طفل صغير هيفهمها، وده كان القصد من البداية. القصة والحلقات وحتى النهاية كانوا متخططين من قبل ما السيرك الرقمي يبدأ أصلاً. طيب إزاي تقدر تعمل حلقات أكتر لو فكرتك الأساسية ما بقتش مرتبطة قوي بالجمهور؟ وكمان إحنا مش بنتكلم عن مغامرات عشوائية ممكن تتسلى بيها وإنت بتتفرج على الحاجات المضحكة اللي الشخصيات بتعملها. دي مش هي جوهر السيرك الرقمي. في كل حلقة كنا بنكتشف سر مظلم أو لغز عن الشخصيات، بس دلوقتي مش شايف ده ممكن يحصل تاني؟ نرجع ليناير 2023. غوسوركس المبدعة نشرت الآتي: لسه صاحية من النوم، بس يا سلام، أخيراً أقدر أتكلم عن السيرك الرقمي المدهش. وبعد 3 سنين نشرت الآتي: مش هقرب من السلسلة دي تاني حتى لو بعصاية طنها 3 متر. يا سلام، شوف الحكاية. المبدعة بدأت تفقد اهتمامها بالسيرك الرقمي واحدة واحدة، ومش عشان زهقت منه، بس زي ما كتير منكم عارفين السبب كان رد فعل الفانز نفسهم على أي حاجة مش عجباهم في السيرك الرقمي. وعلى الرغم إنها في بعض الأحيان كانت بتقول إنها مش فارق معاها الناس بتقول إيه عن سلسلتها، كان واضح إنها فعلا كانت مهتمة، وده لدرجة إنها مسحت حسابها على ريدت عشان ما تشوفش تعليقات تانية عن السلسلة. فحتى لو السيرك الرقمي عنده إمكانية يكمل بحالات أكتر، لو المبدعة نفسها مش مرتاحة أو ما عندهاش صبر تاني، إزاي هيكون في حالات جديدة؟ والمشكلة ما كانتش إن المعجبين اشتكوا من تصميم الشخصيات أو كان عندهم فكرة مثيرة للاهتمام للعرض، المشكلة كانت إن الفاندوم كان بيتجه مباشرة ضد المبدعة، كأنهم بيدوروا على حد يلوموه. ما كانوش بيشتكوا للشركة أو لمجموعة الكتاب، كانوا بيشتكوا بس للمبدعة. وساعتها ما كانوش بيتكلموا بس عن السيرك، كانوا كمان بيتكلموا عن غوسوركس. هي كانت بس بتقول رأيها بصراحة عن مواضيع السيرك، والفاندوم على طول كان بيهجمها لمجرد إنها قالت رأي إنسان عادي. تخيلوا بس إنكم تتهاجموا بشكل شخصي كل يوم على مدار كذا موسم. بصراحة مش شايف إن أي حد يقدر يتحمل ده لفترة طويلة. وكل ده حصل لحد ما وصل لمرحلة إنه قال إنه بيفكر ما يشتغلش على السلسلة دي تاني بعد ما يخلص. الصورة اللي شفناها في الأول دي وراها قصة كبيرة، بس أكتر حاجة لفتت انتباهي هي التسريب المبكر للحلقة 9 من السيرك الرقمي اللي حصل من خلال استوديو الدبلجة البرازيلي. المعجبين بدأوا يسألوا غوسوركس هو رأيه إيه في اللي حصل، وهل هيعمل حاجة بخصوص الموضوع ده؟ وكانت إجابته بسيطة: مين مهتم؟ كلمتين بس، وكانوا كفاية عشان يولعوا الدنيا من تاني. فجأة ظهر ناس بيقولوا إنه ما بقاش مهتم بالبرنامج بتاعه، وإنه مش بيحترم المعجبين، وإنه مش مقدر الجميل للمجتمع اللي خلاه مشهور. في ناس كمان لغوا تذاكرهم عشان كانوا هيحضروا النهاية. بس في حاجة ناس كتير بينسوها: غوسوركس هي ما سربتش الحلقة، هي ما كانش ليها أي علاقة بالموضوع، وبرضه في الآخر كانت أكتر واحدة اتعرضت للهجوم. في اللحظة دي كان واضح إن المشكلة ما بقتش السيرك الرقمي، المشكلة بقت غوسوركس ومجتمع المعجبين. الهجوم كان عنيف جدا لدرجة انه حتى على بلو سكاي اللي هي منصة اصغر بكتير وناس كتير شايفاها اقل سمية من تويتر،
في خلال ساعات لقت نفسها بتواجه نفس المشاكل بالظبط اللي كانت بتحاول تسيبها وراها. وساعتها ظهرت منشور لفت انتباه ناس كتير جدا. بصراحة أنا مش قادر أكمل بنفس الشغف في الموضوع ده تاني، الموضوع بقى أكبر مني بكتير. وبصراحة الجملة دي شايفها أهم بكتير من التسريب نفسه، لأن التسريب ممكن يتنسي عادي، وخناقة على الإنترنت برضو ممكن تتنسي. لكن لما مبدعة مسلسل تبدأ تتكلم عن عملها بالطريقة دي، احنا كده بنتكلم عن حاجة مختلفة تماما. وبعد ما تقرأ كل الكلام ده، صعب تتخيل جوس ووركس قاعدة متحمسة بتخطط لموسم تاني، لأن فعلا السيرك الرقمي المذهل لسه باين إنه من نوعية المسلسلات اللي ممكن تستمر سنين. في شخصيات عميقة وألغاز لسه ما اتحلتش، وعالم شبه لا نهائي. وبعد الحلقة 9 كتير من الأسئلة دي لسه مفتوحة، لسه في مادة لموسم تاني. تقريبا جوس ووركس عندها الفرصة تعمل أكتر، بس برضو مش شايف إن كل اللوم على الفاندوم، وعارف إن الكلام ده ممكن يضايق بعض الناس، لأن فعلا الهجمات حصلت وكان في ناس بتتصرف بغباء، وجزء كبير من المجتمع حول أي نقاش لحرب. بس جوس ووركس كان لسه عنده اختيار: يبعد، يقفل حساباته على السوشيال ميديا، بيتجاهل التعليقات، أو ببساطة يبطل يقرأ كلام الناس. في الآخر محدش كان بيقرر القصة مكانها، محدش كتب الحلقة 9 ولا خد القرارات المهمة في المسلسل، كل ده كان لسه تحت سيطرتها. عشان كده أنا شايف إن الحقيقة ورا ليه مش هيبقى فيه موسم تاني أو مسلسلات فرعية أو أي تكملة، موجودة في نقطة في النص. الجمهور ساعد في خلق المشكلة، بس جوس ووركس برضو ما عملتش كتير عشان تبعد عنه. وبعد سنين كاملة من الاستنزاف ده وصلنا بالظبط للنقطة اللي احنا فيها النهاردة. وبعد الحلقة 9 فضلت فيه قصص كتير مفتوحة وألغاز وأفكار كفاية عشان يوسعوا العالم ده لسنين قدام. عشان كده ناس كتير لسه بتتكلم عن موسم تاني، مش عشان السيرك وقف في النص، لكن عشان العالم ده لسه فيه حاجات كتير ممكن يحكيها. وبصراحة أنا مش شايف إن السيرك الرقمي خلصت قصصه، ولا إن جوس ووركس خلصت أفكارها. اللي باين إنه خلص فعلا هو صبرهم، وده اللي بيخلي الموقف كله فظيع بالشكل ده. لأن لو في يوم شفنا موسم تاني أو سبين أوفس أكتر أو حتى تكملة، هيكون معمول من شخص تاني، مش هيكون علشان السيرك الرقمي كان لازم يفضل موجود. يمكن جوس ووركس تبيع الحقوق لنتفليكس، أو لحد هي عارفة إنه يقدر يكمل القصة من غير ما تبان متكلفة، أو يقدر يعدلها من غير ما تفقد جوهرها. مش هتكون جوس ووركس تاني. فقولولي، هو فعلا الفاندوم بوظ مستقبل السيرك الرقمي ولا جوس ووركس؟ ببساطة زهقت من كل اللي جه مع النجاح،